أحلى مسا على كل الجماهير المصرية والأهلاوية بصفة خاصة. يا جماعة أنا بتكلم النهاردة علشان الجماهير الأهلاوية قربت تتشل من قناة نادي الزمالك. الكابتن خالد الغندور ومصطفى الجويلي ساعة أو أكتر من ساعة بيتكلموا عن إن النادي الأهلي اترفض من المشاركة في البطولة العربية علشان خاطر إيه يا باشا؟ ركز معايا كده بقى. بيقولك إيه؟ إن هو المفروض يبتدي من الأدوار التمهيدية، وطبعا ده غلط، مفيش الكلام ده. قال لك عشان كده الاهلي رفض ان هو يشترك فيها، لان هو كان فاكر انه يشترك في النهائيات. وقعدوا ساعة ونص او اكتر يتكلموا بخصوص ان بطل الدوري فقط هو اللي بيشترك في الادوار النهائية زي الزمالك، وطبعا الاهلي كان الثالث الدوري، فهو مش هينفع يشترك في الادوار النهائية، هيبتدي من التمهيدي. طب يا باشا لو انت بتفهم كورة، طب النصر السعودي كان تالت الدوري، الرجاء والوداد هيشاركوا في النهائيات وهم برضو واحد بطل الدوري والتاني تاني الدوري. عادي يعني يا باشا، انت فاهم الدنيا غلط والله. انتوا ما بتفهموش كورة. قناة نادي الزمالك بتقدم ضحك كروي على الجماهير الزملكاوية، يفضلوا يقطعوا في النادي الاهلي. طب يا باشا ركز مع فريقك، شوف ايه الايجابيات اللي عندك، شوف ايه السلبيات اللي موجودة في الفريق عشان تقدر تنجح فريقك. لا، هو بيتكلم طول النهار حاطط قدامه النادي الاهلي فقط. النهارده الاتحاد العربي او امبارح الاتحاد العربي نزل بيان وطلع منشور ان هو ادى النادي الاهلي او بعت للاتحاد المصري ان النادي الاهلي هيشارك في النهائيات. اسمع كده يا باشا معايا بقى ايه المنشور بيقول ايه. الاتحاد العربي لكرة القدم، سعادة المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، الدعوة للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية 2023. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهديكم الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم أطيب التحيات. يسر اللجنة المنظمة لكأس الملك سلمان للأندية دعوة النادي الأهلي المصري للمشاركة في نهائيات البطولة التي تقام في المملكة العربية السعودية، الطائف، أبها، الباجة، خلال الفترة 20/7 ل5/8/2023. ايه يا باشا سمعت ايه كده؟ يسر اللجنة المنظمة لكأس الملك سلمان للأندية دعوة النادي الأهلي المصري للمشاركة في نهائيات البطولة. نهائيات البطولة، نهائيات ايه البطولة؟ يعني يا باشا هو أصلا هيشارك في النهائيات والله، بس الأهلي مش عايز يشترك لأن المدير الفني بتاعه مارسيل كولر ولجنة أو أعضاء مجلس الإدارة والنادي الأهلي والخطيب شايفين إن في إجهاد على اللعيبة زيادة قوي. الاهلي هيشارك في بطولة الكاس مصر، الدوري المصري، السوبر المصري. اقول لك ايه؟ ما انت مش عارف حاجة. هو بيشارك في 100 بطولة، وبطولة افريقيا، دوري ابطال افريقيا، والسوبر ليج الافريقي. فهو قال لك النهائيات دي كلها في اجهاد على اللعيبة، الموسم هينتهي وانا المفروض اخد فترة راحة. فانا المفروض هشارك في النهائيات دي ازاي تاني في فترة الراحة السلبية للعيبة؟ والقياسات البدنية اللي حضرتك مش ما تفهمش عنها حاجة في النادي الاهلي. القياسات البدنية ديت هي بتتابع كل لعيب ومجهوده البدني واجهاده، هل هيتعرض لاصابة ولا لا. فالمفروض هو كل ده بيتكلم على لعيبته. فيا ريت تركز مع فريقك، ركز مع الفريق بتاعك، مالكش دعوه بالاهلي. مش ساعه ونص او ساعتين بتتكلم عن النادي الاهلي. انت مالك ومال النادي الاهلي؟ هات قناه الاهلي كده اتفرج عليها، مش بتجيب سيره نادي الزمالك الا بالخير. لو الزمالك هيقابل فريق افريقي او بيمثل مصر في بطوله خارجيه، لكن انت بتتكلم عن النادي الاهلي في بطوله هو مش هيشارك او هيشارك عشان انت تقول ان الزمالك هو بطل الدوري. يا عم فلقتنا بتبطل الدوري سنتين، بطل دوري، والاهلي واخد الدوري 42 مرة، انت واخد الدوري 14 مرة. كل ما حد يتكلم فييرا يقول لك انا بطل الدوري والكاس، انا بطل الدوري والكاس. ما خلاص يا عم، خدت الدوري وخدت الكاس، خلصنا. هي مش قصة، البطولة ما انتهتش. شوف سقف البطولات عندك هيكون ايه. انت خدت بطولة الدوري، بعد كده في بطولة كاس، بعد كده في بطولة افريقيا. ركز، البطولة تنتهي ركز في اللي بعديها. الكابتن طارق يحيى بيقول تصريح ولا اغرب. يعني انا مش عارف الناس دي بتفكر كورة ولا هي بتعمل ترندات عشان الناس تتابعها. بيقول لك ايه؟ الاتحاد العربي ابلغ الفرق المشاركة كلها، الفرق العربية اللي هتشارك في البطولة، تمام؟ يعني كلها فرق عربية هتشارك في البطولة العربية اكيد يعني. فقال لك ايه؟ اتمنى
ان الزمالك يشارك ان شاء الله، وان شاء الله فريق عربي يفوز بالبطوله. ما هو اكيد فريق عربي اللي هيفوز بالبطوله يا عم. يا عم ارحمنا يا عم، هيجي لنا الضغط والسكر. فريق عربي اللي هيفوز بالبطوله؟ هو فريق هندي اللي هيفوز بالبطوله؟ ما هو بالطبيعي فريق عربي اللي هيفوز، ما هي بطوله عربيه. يا جدعان انا بكلمكم والله، انا محروق دم يعني. انا بحس ان الاعلام المصري ده اعلام غريب، اي حد بيتكلم في اي حاجه. اتمنى الحلقه دي توصل لكل الناس. لايك وشير، استاذنكم يعني، واشتراك في القناه كداعم ليا. شكرا لكم على المشاهده.